معينه كيت كيت كيت، يتقال الادله، يتنظر فيها، يتقال فيها مرافعات وفيها اجابات، ويتقال في الاخر هذا الكلام يستحق التنحي عن الوظيفه او العزل، او يستحق البقاء وانت مخطئ ايها الرجل الذي تتهم فيها النظام. لما نحط هذه الاليه انا بعتبر اليه العزل هي حمايه وتامين المسؤولين، دي نقطه مهمه جدا، دي امان، صمام امان لاي مسؤول. اي واحد بعد كده يخرج مش هيلاقي فرصه للخروج، ليه؟ له جهه شكوى. الامر الثاني برضه في هذه الجزئيه ان هناك ضابط كويس صنعته هذه الثوره، ان وجود اليه بالاتصال بالشارع، الشارع اصبح نقطه قوه ضد الحاكم القائم بما يجعله رادع له انه لا يتجاوز يعني. اذا حصل منه تجاوز. انا شايف الحكومه الحاليه والمجلس الاعلى دلوقتي، المجلس الاعلى العسكري، ماشيين بخطوات كويسه في الاصلاح. احنا حضرات بقالنا اقل من شهرين على الثوره، وده رقم كبير جدا في تحقيق يعني زمن قليل بالنسبه لتحقيق ما تم تحقيقه، فلا بد ان تعطى فرصه. انا ضد التجمهر وضد التجمهر اللي خاص قطع الطرق والحاجات اللي بتحصل، تعطيل مصالح الناس والتعدي على حاجات الناس في الشوارع. ده كل ده كلام مرفوض، لان ده كلام بيعوق الانتاج وبيعوق اداء المجتمع نحو الاصلاح اللي الثوره النهارده لابد ان تجني ثمارها. المتبقي الان هو مشكله شرم الشيخ، هي دي اللي المفروض احنا بنخاف منها المرحله الحاليه، تحريك الفتنه الطائفيه. انا ضد الفتنه الطائفيه. شرم الشيخ قصدك وجود الرئيس السابق في شرم الشيخ؟ نعم، هو وجوده في الحته دي هي دي النقطه الرئيسيه، العقبه الاساسيه الكون. ينبغي على الرئيس اذا كان واحد وصل الى مرحله العزل او التنحي او غيره ان يوضع تحت الاقامه الجبريه، لا يسمح له بالمحاميل والحاجات الاتصال التي يمكن ان يتحرك فيها فلول الحزب الوطني لاجهاض الثوره، خاصه انه في المرحله السابقه كان بيقول اختاروا بيني وبين الفوضى، اختاروا بين الاستقرار وبين الفوضى. معناها بيشتغل بنظريه ارض المحروقه، ترك السلطه يخربها عشان نرجع نقول الله يرحم ايام كان مبارك. احنا مش هنقولها الكلمه دي ابدا باذن الله، نتوحد جهودنا كلنا باذن الله تبارك وتعالى، مسلمين واقباط، جميع الطوائف والقوى السياسيه اللي موجوده، حتى نستطيع ان احنا نعبر الازمه اللي موجوده، ولا نحمل الحكومه الان ضغوطا نفسيا كبيره، بل نريحها على قدر المستطاع بالشكل اللي تستطيع ان تؤدي به على وجه كامل، بالشكل اللي تستطيع به ان تعبر هذه المحنه، سواء محنه اقتصاديه او مشكله الطلبات الفئويه الكثيره التي تطالب بارتفاع مستوى المعيشه، وهذا لا يتحقق الا بالانتاج وبالعمل الدؤوب للخروج من هذه الازمه ان شاء الله. شيخ عبود، يعني انت من القيادات التاريخيه لتنظيم الجهاد، والعلاقه بين التنظيم وبينك انت شخصيا وبين جماعه الاخوان المسلمين شهدت خلال ال 30 سنه اللي فاتت مزيد من الجذب والشد وما الى ذلك. ونحن الان في مرحله ربما تكون جديده بالفعل في حياه مصر. كيف ترى العلاقه بين التيارات الاسلاميه المختلفه وجماعه الاخوان المسلمين؟ يعني الحمد لله رب العالمين، انا شايف ان المرحله المقبله مرحله طيبه. كل القوى اللي موجوده النهارده لما بتاخد حريتها بعيدا عن الغطاء الامني الذي كان يحرك الفتن بين كل التجمعات، بيثير الحقد والتجمعات والغل، يترك ده مساحه عشان يضرب ده، وما يديش ده مساحه الا لما يضرب الثاني. دي مشكله كبيره. وكذلك مع الاحزاب السياسيه، يفاوض الاحزاب من جانب، يحاول يعمل فيها بلابل، ويحاول يعمل فيها ناس خروجات وانشقاقات بهدف تدمير هذه الاحزاب. اتكلمنا عن الاخوان يا لما نعم، ما انا بحكي فلما عايز اقول ان الغطاء الامني لما اترفع بيترفع عن الكل، يبقى الصراعات اللي موجوده دي ستقل وستنحسن. وان المشكله الاخوان المسلمين هي ليست لك مشكله من الخوف منهم، ولكن المشكله ان دلوقتي الاخوان المسلمين تحب انها جماعه منظمه، لها امكانيات، لها حدود معينه، تحب اللي منتمي اليها ملتزم بيها. باقي التيار الاخر اللي هو زي الجماعه والجهاد والسلفيه يمكن ان يأتلف في كيان حزبي النهارده، والتفكير فعلا الاستصلاح حاليا دلوقتي وارد في المرحله المقبله لما فتحت الافكار وتفتحت امامهم ابواب امكانيه العمل الحزبي والسياسي، بداوا يدرسوا هذه القضايا، بداوا يقتنعوا بها لتشكيل اكثر من حزب سياسي. وده ظاهره ايجابيه. ليه؟ لان معناها ان الاسلام ليس محصورا على الاخوان وليس محصورا على غيره او مقصورا عليهم، لا، ده ممكن تعدد وجهات النظر في التطبيقات الاسلاميه تحت المظله العامه، وفي نفس الوقت يبقى بين الناس الجميع الود والمحبه. زي الاحزاب السياسيه ممكن كان حزب سياسي اكثر من حزب سياسي متواجد على الساحه، والعلاقات موجوده، مش معناها لازم يقوموا على التناحر، لا، احنا اصبحنا مجتمع بنأدي ادوارنا، نقبل الاخر.
يعني النهارده مش لازم انا اقوم على جثه الاخر، ما ينفعش، لا اقوم على جوار الاخر. طب في سؤال هنا، تعارض مع الاخر. سؤال يا شيخ عبود بيفرض نفسه على ما تقول. نعم. حزب سياسي على مرجعيه اسلاميه، نعم. دوله اسلاميه، ربما مصطلح يثير الكثير من القلق لدى كثير من الدوائر في الغرب وفي الداخل. نعم. الاقباط، الليبراليين، اليساريين. وانت الان يعني ربما تدشن او تترك او يعني تصرح بفكره ايجاد مشروع حزبي او سياسي على مرجعيه اسلاميه. نعم. الا يقلقك ان هناك مزيد من القلق حول هذا التحرك او لا، ده انا اؤكد لحضرتك ان بعد سقوط نظام مبارك، لان هو اللي عامل الفزاعات، هو اللي مخوف الناس منا. لو اتيحت الفرصه ان احنا نعرض مناهجنا بشكل حسن وبالصوره التي نرسمها نحن، لانه بيشوه صورتنا بالطريقه اللي هو بيوصلها هناك، بياخد الاسلوب المعين اللي عايز يوصله الغرب عشان يبقى هو كنظام ويبقى استمراره كوريث ابنه لنظام. ولكن عم الشيخ القلق لم يرد مما قاله الرئيس السابق واتباعه طويله، ولكن يا سيدي لا، ولكن هناك كثير من الممارسات المنسوبه لبعض الجماعات الدينيه المتشدده، احداث عنف وقتل والى اخره. ما هو ليه؟ ربما دي ترتبط بالاسلام على غير حقيقه. لا، ما هو الكلام ده مش كده، الكلام ده اصله ليه حصل الكلام ده؟ النهارده لما يكون حاكم عادل، انت واخد حريتك من النهارده، ما تقولش حاجه ضد الحكومه ابدا. النهارده لما يكون الموقف عادل اللي احنا فيه دلوقتي وخدنا حريتنا، ما يبقاش في هذه الصوره دي اترسمت ليه؟ لانه لما قفل السكه قدام كل الناس بدات تقاوم، الناس عقولها بتختلف ونفسيتها بتختلف، في واحد يقول انا اصبر، في واحد يقول انا اقاوم بالسلم، في واحد يقول لك انا اشتكي شكوى، واحد يقول لك لازم احارب، ما اقدرش. اذا الاشكال اللي كانت متنوعه اللي موجوده، اللي قد يكون فيها بعض الاخطاء التي وقعت، ليس الخطا الحجم الاكبر كان من الحكومه السابقه وليس من الشخص قام ينتزع حقه، تجاوز ماشي واحتمل يتجاوز، ولكن الاصل ان الحكومه لابد ان تعطي الحقوق وتؤدي ما عليها من واجبات. اذا بماذا تطمئن الاقباط ودوائر الغرب على التنظيم الاسلامي او التنظيم السياسي اللي ربما ينشا تحت مرجعيه اسلاميه؟ ماذا ايه؟ بماذا تطمئن الاقباط في مصر؟ نعم. او بعض الدول في الغرب او في مصر مره اخرى؟ بالتأكيد. كيف تقول لهم؟ انا اقول لهم ان فعلا ان لو قام اي تشكيل اسلامي في الظروف الطبيعيه وعبر عن نفسه، ستجدون اعتدال كامل. والاخوان المسلمين في مرحله من المراحل بتمثل نفسها وهي بتتكلم، وفي البرلمان وفي غيره كانت بتمثل اتجاه سلمي واتجاه لم يحدث منهم عنف، ولكن النظام القائم كان بيخوف بيها الغرب رغم ان هو مسالم. طب معناها ايه بقى؟ يشتغل ايه الناس؟ العنف مخوف منه عشان بالعنف، طب ماشي انت معاك ادلتك بتقول ده عنيف رغم ان انت السبب كنظام. بيجي على الاخوان المسلمين اللي هي مسالمه برضه يسوق صورتها، يقول ده لو وصلوا هيعملوا هيسووا، ويخوف الغرب منهم. الغرب النهارده بدا يفهم، وبدات حاجات تفهم كتير في الموجود، عرفوا ان الانظمه، وكان في تصريحات قبل كده الاتحاد الاوروبي قال فيها ان السبب وراء هذا التطرف وهذا العنف هو عنف الانظمه الحاكمه الان والتجاوزات في حقوق الانسان، هي اللي دفعت هذه التشكيلات من الجماعات الاسلاميه الى انتهاج شكل عنيف في استرداد حقوقها. اما حينما تنفتح الامر الوقت الحالي بالشكل اللي حصل فيه واسقاط الحاجز الخوف قدام الجماهير، مما جعلها تعود الى انها تطالب بحقوقها بهدوء وتعطى ما تستحق بهدوء، اخذ حقي في المجتمع، في التعبير، في اللبس، في المشي، في التنقل، في السكن، ما حدش بيطاردني، ما حدش بيضغط عليا، ما حدش بيحاربني في اكلي وشربي، كل هذا الكلام تبص تلاقي الواحد نفسيته اطمأنت، ما فيش ما يدعو للقلق. بتعاون، بطمن الغرب ان احنا كدوله، حتى لو قامت الدوله الاسلاميه يخافوا من دي، مش هم خايفين من قيام الدوله الاسلاميه في مصر؟ نعم. اطلاقا ما فيش اي حاجه، احنا نحافظ على العهود والمواثيق اكثر من النظام القائم الحالي السابق، وفي نفس الوقت نطمئنه على ان احنا ليس فينا عدوانيه، بل ندعو الى الله تبارك وتعالى على بصيره وبالكلمه الطيبه والتعامل في اطار المصالح المشتركه بيننا وبين غيرنا. صحيح ان اي واحد ما بيحبش حد يتدخل في شؤونه او يلوي دراعه او يجبره على شيء، انما ده امر بحق الانسان ان هو يقول يا جماعه بلاش الضغوط علينا من الخارج بهدف قهرنا على اشياء معينه، طالما التعامل في اطار الاحترام المتبادل بيننا وبين الغرب وقبولنا احنا
كتيار او كتوجه، وعدم استعدائنا وعدم التقوية علينا باشياء اخرى والتوجيه الينا الاتهامات والحملات، بالتاكيد هيكون يلاقوا منا كل خير. طيب الشيخ عبود، عفوا المقاطعه، لابد ان اسالك، يعني انت تتابع بشكل جيد ما يجري في المجتمع المصري رغم كونك في السجن 30 سنه اللي فاتوا، هل يعني او كيف ترى ما حققته المراه المصريه في مجالات العمل العام؟ واذا كان هذا النموذج يعني يلقى استحسانك، كيف تقيم دور المراه المصريه في المجتمع السياسي وبالذات خلال الفتره المقبله؟ والله انا شايف ان دور المراه المصريه لا يقل عن دور الرجل. المراه المصريه فعلا لها ادوار طيبه جدا، وانا في انتهز هذه الفرصه لاثني على زوجتي ام الهيثم عشان حتى اثبت ان انا طبعا بدي سماح وبوافق على مشاركه المراه في هذه المناسبه، لان فعلا سمحت لها بالحركه الاعلاميه تدافع عن حقوق المعتقلين، عرضت المشكله بتاعتنا بكفاءه كويسه الحمد لله، اتصلت بجميع وسائل الاعلام وادت دور سياسي اعلامي على مستواها في الحاجه اللي هي كانت مطلوبه فيها. فده معناها انا لو انا شايف ان الكلام ده غير مشروع كنت منعته، فده دليل على ان احنا بنسمح للمراه بالتواجد. كنا نثني دائما على دور المراه الفلسطينيه، المراه الفلسطينيه التي كانت تضحي من اجل ابنائها وتضحي من اجل قضيتها وتصنع الشهداء وتقدم وتشجع زوجها على ان هو يتقدم في تحقيق الاهداف. فادوار عظيمه جدا للمراه. المراه هنا في مصر، المرأة المصرية مرأة أصيلة، مرأة لو أعطيت الفرصة أنها تؤدي دورها في المجتمع إلى جوار الرجل في حدود الدور الذي يليق بمقامها ولا يرهقها ويتناسب مع وضعيتها كامرأة. انت تقول ما وصلت اليه المرأة المصرية حاليا كويس، امور كلها طيبة، بس احنا عايزين نقول ان المرأة لا ينبغي لها ان تنازع الرجل في مواضع بتاعة الرجل، لان منازعة الرجل يعني ايه؟ في مواضعه، يعني في اعمال للرجال صعب جدا. يعني المرأة اصبحت قضية قبل 5 سنوات. خلاص ما فيش مشكلة. المرأة تقوم، انا قصدي اقول ان الوضع الطبيعي ان المرأة الحاجة اللي تقدر عليها، ما احنا مش عايزين نحملها اكثر من طاقتها، اللي تقدر عليها تعمله مفيش اي مشاكل، وبتقف مع الراجل والى جواره في المحن وبتثبت. المرأة النهارده على سبيل المثال لما جوزها بيتوفى هي اكتر واحده بتقوم بدور الرعايه. صحيح. ولما جوزها بالسجن، انا مراتي صابره ورايا 30 سنه، اب وام. نعم. صمدت معي 30 سنه. انا يمكن اقول لحضرتك برضه من ضمن هذا الكلام اني انا لما ضغط عليا هناك في السجن فتره من زمنيه، واتحطيت في انفرادي فترات، واتحطيت في سجن ما فيش دورة مياه فيه فتره من الفترات 2 ونص، فترات طويله في حاجات مثل هذا القبيل. في اخوه قالوا لي يعني خفف وحل مشكلتك ولين الامور مع الامن من اجل اهلك، من اجل اسرتك. فانا رحت لمراتي من ضمن الحاجات اخيرها، قلت لها ملازم خلي بالك، انا لو خرجت يا بنت الحلال مكسور الجناح ساموت كمدا بعد يومين، يعني انكسرت لهذا النظام ساموت كمدا بعد يومين، فانت يا تصبري معايا يا يعني اديك حريتك وتتوكلي على الله. فقالت انا معك حتى النهايه، المهم ان تصبر على عقيدتك وتثبت على ما انت له حقا. وبكده انا بقول لحضرتك انا بنشكر المراه المصريه، وهذه الاسئله حاجات مثل هذه الامور عندنا تكررت في عدد كبير من الاخوات، وقفوا وربوا اليتامى ووصلوهم الى رجال. عندنا المعتقلين كانوا عشرات الالوف في السجون، ربوا الاولاد الصغيرين الموجود اصبحوا رجال، وقامت بدور الاب والام معا، ربت يعني تربيه عظيمه، وناس منهم تخرجوا من الجامعات. فطبعا دور المراه لا يمكن ان وقد كرمها الاسلام من قبل ذلك ب 14 قرنا، ووضعها في المكانه اللائقه بها. شيخ عبود، سؤال اخير وعايز اجابه بايجاز. نعم. خلال ال 30 سنه اللي فاتوا، نعم، هل ندمت على شيء في حياتك؟ انا عايز اقول حاجه، مساله الندم على شيء، انا طبعا الانسان مش ممكن يعتبر ان حياته كلها سليمه 100%، يستحيل، لان الانسان بيحصل فيه اخطاء في حياته بيعيد النظر فيها، فلا بد ان هو يتوب الى الله في كل خطا ويراجع نفسه بشكل دوري. انا كانسان عادي، كل واحد عادي له اخطاء، مش ملاك، فليه اخطاء، والاخطاء وانا ماشي كل يوم اراجع نفسي، ماذا صنعت اليوم؟ هل انا اخطات في حق احد او ما اخطاتش؟ اندم على الخطا بتاعي لا شك في هذا، اصححه في اليوم التالي او اسرع وقت اصححه فيه في الحال حسب ما فيش فرصه للتوبه. فاذا كان في حقق بين حق العباد حق اخ من الاخوه لابد ان استسمحه فيه، اذا كان خطا في جانب فكري لابد ان اصححه، لانه مش عايز ينقل عني خطا في حاجه معينه. اذا كان المساله متعلقه بحق لاي انسان اقول له انا بستسمحك. هل يوجد شيء يمكن ان تصرح به لنا ندمت عليه بشكل واضح؟
والله انا كنت ذكرت قبل كده اشياء يعني ايه، يعني انا تحضرني الان تفصيلات، ولكن يعني في اشياء ندمت عليها ان انا تاخر التزامي. اهم حاجه دي التزامي انا بقضايا الدين، بدات متاخر، بدات عندي 34 سنه. كنت نفسي اتمنى ان ابدا كشاب نشا في عباده الله، ولذلك انا لما بوصي الشباب الصغير ان هو يبدا الاول بالالتزام ويحافظ على نفسه عشان ما اقعش في مزيد الاخطاء الكثيره التي يمكن في الاخر ان تكون خطر عليه. اشكرك يا شيخ عبود. شكرا جدا. بعد الفاصل هنكمل في حوار مع طارق الزمر رفيق الشيخ عبود الزمر في رحله 30 سنه خلف الاسوار.